السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا أساور الفضة وهي الباب 56 الجزء الثاني. تبحث السفينة وبون واقف بشموخ على متنها راصدا بمناظرة مترقبا لقدر أمواج البحر، مستعدا للغادم الآتي، متلهما أن يصل بسفينته إلى مرسى الأمان. شيماء كانت قاعدة منتظرة مروة تجي ترجع للبيت اللي هجبت تصرف بالسنة. بالنسبة إلها مجرد محطة استراحة مثل الفندق، تاكل وتشرب وتروح تنام، بعدها تقعد من الصبح تبلش دوامها وشغلها، وكأنما عازمة على إبادة ومعاقبة روحها. بات من يمي روحها كانت شايلة سلة الملابس المغسولة. أبو ضحى من دخلت البيت مروة أخذت دور ربة البيت وصارت تدير أمور البيت، بالرغم مروة عندها خدامة، بس ضحى داخلة وياها منافسة وكل شوية متعاكة وياها. سلمت المطبخ والطبخ، صارت مسؤولة عن كل شيء يخص مشمش، عن ملابس والتبشير تدريس، ومرات تساعد مريم بالتدريس. صارت هي المسؤولة عن المسواق للبيت، قامت تاخذ سايق وتروح تتسوق. لاحظتها من ترجع من السوق تكون كلش فرحانة، خصوصا من تقعد تعزل وترتب الأغراض اللي اشترتهم للبيت، وأول ما ترجع للبيت تقعد تحكي لنا شنو سوت وشنو شافت ومنو شافت وشلون حكت وشلون عاملت على الأغراض وشلون سووا لها تخفيض عليهن. كانت تحكي والعيون تلمع بالحياة اللي كانت مدفونة يم سيف. أبوها عليها عبالك طفل استوى بده يمشي ما مصدق يكتشف العالم من حوله، يحاول يركض يسابق خطواته حتى لو ما يعرف شلون يمشي بشكل صحيح. كانت كلش متحمسة ومتفائلة بمرور الوقت. الأيام قدرت تتعرف على كم وحدة من جارات مروة. كانت مفاجأة بالنسبة إلي. اكتشفت خصلة بضحى ما كنت أعرفها قبل، إن طبيعتها اجتماعية مثل أمي وهدى، وتقدر تتواصل ويا الناس بسهولة، بس حرامات قمع سيف عدم شخصيتها ودفنها، بحيث كانت عايشة حياتها على الهامش. وحتى مروة تعجبت منها وقالت لها ولش أنا صار لي قد هنا وما مختلطة بجيراني حتى ما أعرف شنو اسمهم، وأنتي ما صارلك هواية من اجيتي عرفتي بهاي الفترة البسيطة كل شي عنهم، وحتى كانتهم عرفتيها حامل قبل لا يعرف بيها. زوج خراب يومك ضحى، ذكرين الفضول سليمة الله يرحمها. انتبهت على ضحى تحشي وياي. ضحى أقول شي يوم المصاف اللي بالجزدان مال هذا الشهر زاد منه 100,000، شنو ما يدخل بيه سلفة ويا أم وفاء. رقدت حواجبي وأنا مستغربة منو هاي وفاء. ضحى شنو السالفة؟ المايه اللي عندها سوبر ماركت براس الشارع. بالصدفة من كنت أتسوق سمعتها تحكي ويا جارتنا أم سارة عن سلفة وهيك شي، وأنا انتبهت على شغلة، أن المصرف اللي تدخلونه أنتي أمي للبيت يزيد منه 100، قلت أحطه بسلفة ويفيدني المبلغ. طبعا أنا مروة من أول يوم وافقت بي أعيش عندها بالبيت. اتفقت وياها أن يكون مصرف البيت علينا بالنص أنا وياها، بالرغم هي مانعت، بس أنا أصريت على هذا الشي. رفعت راسي وانتبهت. الضحى تتخيط بتنورة مش المفتوقة. خطية ضحى من تقعد وإيدها فارغة. أحس إن هي اللي تسوي هيك كأنما تريد تساهم ويانا بحمل المسؤولية بس بطريقتها الخاصة. ضحى ها شنو قلتي اشترك لولا؟ أبعتك ليه تشوفيني صح؟ سوي لين أنت المسؤولة عن تقسيم مصرف البيت. ضحكت مترددة. هذا هو باتشر. أروح أنطي خبر لأم وفاء أم الأسواق وقل لها تسجل اسمنا بالسلفة. رجعت تخيط وهي تحسب على راس الشهر. دقنا قاري كان المتصل خالة فرزة. سلمت عليها خالها بيش خالة بشويني خواتك شلونهن ضحاوي شلون صارت صحتها؟ الحمد لله البنات وضحاوي بخير والحمد لله يا رب يدوم بخير. خالة شيومة هذا الأربعاء زواج صهيب وانتي والبنات كلكم معزومين بالعرس، راح نسوي بقاعة أعراس الفلانية. أمانة تجوا بالرفاء والبنين ربي يتمم عليكم إن شاء الله. نجي سلمينا على خالة أم صهيب والبنات. سديت النقاط. ضحى بنظرات كلها لهفة. اتباع الشيماء سألتها هاي خالة فرزة؟ اي خالة اتصلت علي حتى تعزمنا على عرس صهيب يوم الثلاثاء. أبا الضحى توقفت ايدها من الخياطة وبلعت رأستها وعيونها غرقت بالدموع. دنقت راسها وجعت تكمل خياطة. أبا الدموع شلون قامت تنزل كالدمعة. كانت تحكي ألف قصة. ضحى حبيبتي لد وقطع حديثي ويا ضحى دخول مروة للبيت. سلمت علينا مثل كل مرة ودخلت غرفتها. ثدت الباب. ضحى قامت من مكانها وراحت دخلت للمطبخ تحضر لها العشاء. المروة كنا نعرف مروة من النوع تهمل نفسها بالأكل.
رحت وراها للغرفة ودقيت الباب، سمع صوتي أدخل، فتحت الباب ولقيتها مبدلة ملابسها ولابسة بيجامتها ولابسة نظارتها الطبية وقاعدة تقلب بفايل. نزلت نظراتها شوي على خشمها وقالت نعم شيماء رايدة شي؟ عرفت هذا برودها جدار تبني حول نفسها حتى تبين ضعفها قدامنا. سديت الباب ورحت قعدتها مع السرير وحكيت بكل هدوء. مروة سؤال ممكن أعرف أنا شنو بالنسبة لك؟ مروة جاوبتني باستغراب أختي الكبيرة أقرب وحدة إلي بالدنيا. شنو داعي لهذا السؤال؟ حاسة أقول لك شنو الداعي له. زين ما دام أنا أختك الكبيرة أقرب وحدة إلك، ليش ما تشاركيني همومك؟ ليش خالي قلبك عليك مثل النار وأنا أشوفك شلون تتلوعين تتألمين وحدك قدام عيوني وما بيدي شي أسوي حتى أتجنبك الألم. أحكي وطلعي لي بقلبك، لا تبقين كاتمة بقلبك. عجبتك حياة بنتك مشمش؟ لو عجبك شكلك الأصفر اللي بدأ يوم عن يوم يذبل؟ كنت تحكي ويا مرة وصافنا بغير عنها وماكو شي يدل على سماع هالكلام غير بس عيونها اللي لمعت بالدموع. دنقت راسها وباعت لإيدها وحكت بصوت ناص شيماء شنو تريدين أحكي لك؟ وهو ماكو شي يستاهل أحكي، حتى لو ما يستاهل ما يخالف أحكي لي أسمعك. شيماء أنا من وعيت للدنيا وشفت أمي تجاهد على العيشة الصعبة وأبوي نايم براسها. أخذت عهد على نفسي، قلت مستحيل أصير مثل أمي وأخلي واحد مثل أثير يعيش على حساب تعبي. وصرت أشق طريقي بالحياة وأجاهد وأصابع الزمن وأتحدى الغربة وأتلاوى ويا الحياة حتى أعتمد على نفسي وأوقف على رجلي. تزوجت رافد وأنا كلي أمل أن أنا وياه راح نحط إيد بإيد ونبني حياتنا سوية. وأنا استلمت دفعة العمل وبديت أبني حياتنا. التهيت أتقدم شهادتي وهو يهتم بمشمش لين عنده وقت فراغ أكثر مني وشال أغلب مسؤوليته عني. ياخذها المدرسة، يحضر اجتماع أولياء الأمور، يطلع يشتري لها ملابس، ياخذها ويجيبها من دوام الحضانة. كانت نيتي كل صافية وياه. صحيح كنت بخيلة على نفسي وصحتي، لكن أبد ما يوم بخلت عليهم هو مشمش والبيت. أقول هم عائلتي، أنا إلمن أتعب، أنا ورافد واحد، ماكو فرق بيناتنا. ما كنت متوقعها بعد كل هذا من تعبي واللي أنا سويته على موده يجي اليوم ورافد يخوني ويا وحدة ثانية. ولا مو بس هيك، يعتبر انشغالي بعيادتي والمركز وبناء حياتنا إهمال مني وتقصير بحقه. يعني طلعت أنا السبب اللي دفعه يروح الحضن وحده غيري. أعرف راح تقولين ليش مكبر الموضوع، هو مو الرجال، مو أول رجال ولا آخر رجال يخون مرته، بس عن خيانة تختلف. شيماء رافد خانني ويا عز وأقرب صديقة عندي فاتن، كانت لي الأخت الخامسة اللي ما جابتها أمي. ياما مرينا بظرف بالغربة عدينا بأزمات، كنا وحدة تسند الثانية وتكمل الثانية. ما كانت متزوجة لحد ما اتطلقت كلها سوية. تعرفين شنو قاعد أحسن هسه؟ أحس النار تاكل بروحي. أنا تعرضت لأقصى أنواع الخيانة. ليش اكتشفت رافد متزوج فاتن بالسر؟ ولا هاي الداهية والأمر من هذا كله عرفت بالصدفة فاتن حامل من رافد وصاب عندها إسقاط. طبعا عرفت من دكتورة صديقتي بالصدفة، شافتني وسألتني ليش ما عالجت فاتن وهي صديقتي، لأن لو من الأول ما لحقتها ما صار عندها إسقاط. هذا كله صاير من ورايا وأنا غبية، ما خطر على بالي 1% يطعنوني بظهري. كانت مروة تحكي وترجف من الألم، سودة علي إيش قد كاتمة بقلبها وساكتة الله يساعدها قلبها. أنا مجرد حب من طرف واحد ونظرات وهمية الحيدة وهم من عرفت بي خطاب الدكتورة رفل. أحس إن قلبي يتقطع ومتى تقهر لعد شحال هذا يزوجها أو بنتها صديق صعبة. مروة مسحت دمعة خاينة نزلت على خدها. تالي بعد كل هذا التعب والعناء كان أوقع على غفلة بدون ما أحس بنفس. غلطة أمي اللي كانت أحاول أتجنبها وابتعد عنها. شلون يعني؟ ما فهمت. حياتي تشبه حياة أمي بس الفرق بالمراكز. أنا مثلها قضيت كل عمري أشقة وأتعب، وزوجي ما يدري لا بحرها ولا ببردها. علي بالجاهز كل شي جاء حاضر. من يريد يعني أنا أتعب وزوجي يعيش على حسابي، لا فوقها جازاني بالخيانة. كنت قاعدة يمها على السرير بوعت عليها بضعف وسحبت نفس عميق بتعب وتمددت حطت راسها بحضني وقالت تدرين شيماء شنو أتمنى؟ شنو
أتمنى يرجع بي الزمن وأعيش حياتي حالي حال أي بنية، أعيش حياتي وأحب وأنحب، ما أفكر بمستقبلي. أريد أتزوج رجال يحن علي ويحبني لنفسي وهو اللي يصرف علي. أريد يكون حريص ويغاب علي. أريد يكون أحس بضعفي من يحضني بين يديه. هذا كله ما حسيت بيه ويا رافد. كان زواجنا أنا وافد زواج عملي بارد. والله لو أقلك مرات أحس بروحي أنا رجال بهذا البيت تقولين هاي تبالغ. والله شعور جدا صعب من توصل المرأة لهذه المرحلة. الأمر وأنت قوية، أنت بنتي نفسك، بنيتي نفسك من لا شيء. لا تخلين خيانة رافد تكسفك وتحطم كل اللي بنيتيه. هدى بديت أتحرك وفراشي وأتغمى براحتي، رمشت بعيوني وبديت استكشف مكاني. شهقت وقعدت مخترعة هاي شنو اللحظات اللي كنت مستغربة مكاني على السرير. بس ذاكرتي بسرعة بدأت تسترجع أحداث البارحة. ابتسمت بخجل ورجعت راسي على المخدة والضحكة شاق حلقي اتحركت حتى عدل ثوبي أو بقايا الثوب. عزة هاي شنو صار فيلم عبالك سعاد. رجعت مرة ثانية مسحت بي القاع. عبارة عليه شلون نايم مثل الحمامة الوديعة اللي يشوف شكله ببراءته وهو نايم ما يقول هو نفسه قاسم المقوار البارحة بالليل. ابتسمت بحنان يوم ما يقسموني صار حلالي. اتحركت ونيت بألم. حسيت بإيد غاسم الخشنة حوطتني ورجعتني لمكاني. صار ظهري ملاصق لصدره. همس بصوت نعسان شنو موجوعة. جاوبت خجلانة اليوم ذكرني اليوم ذكريني اخذك الاختك الدكتور مروة للعيادة تشيكج. يبو تعالوا ده روني هذا ما عنده ابغى قبل يحكي بدون مقدمات. همس بصوت ناصي قوي سمع ان شاء الله هسه يا الله هم يا الله تروح للشغل. داب علي ابواب بعيونه وضحك بشيطانه. شنو شبيك هادي شنو نسيت انا البارحة عريس واليوم صباحية عرسي. دفعته من صدره. هذا الحكي يقول الخالة من تجي تفلش عليك الباب حتى تقعدك اتحرك حتى ابتعد. رجع لمني الحضنة مرة ثانية بكل سهولة. تعالي بعد وقت وراحة خلي احكي وياش. لزمني من زندي وعطت بصوت موجوعة. نزل الغطاء باوع الزندي وشاف اثر ازرق. حكى متفاجئ هاي شنو منو مسوي بيك هيجي لا تقولين انا. عبست بوجه اخ يما جسمي كله مكسر. والله ضاعت علي السالفة ما اعرف منو اللي سوى بيه هيجي. انت ما ادري انت ادري سعاد اشو انتو اثنينكم البارحة كان عندكم موجب تصفير وانا الضحية اللي وقعت بيها فسختوني. اباو علي يضحك. شكو ليش تضحك تبدين الصدق. والله البارحة كسرتي خاطري كأنك كتكوت يرجف جوا ايدي من الخوف. والله عبالك عتوي ولازمك راح يفترسج دنقت خجلانة وقوة لازمة حلقي من المستحة. كافي عاد والله استحي خاب شوف منو يحكي عن المستحة. بابا بعد انتي صرتي مرتي وتعديتي هاي المرحلة. انا صرت سترك وغطاج. وعلى طاب الستر هذا الثوب البارحة هواي ضايقني. شنو ليش شبيه كنت احكي واباو على ثوبي الفانيلة يعني كاتم علينا وحرمنا من شم الهوا. ما وصلت اليوم لبسي لي شي يخلينا نشوف رحمة الله. يبو هذا هواي علي والله لا عافية قاسم على كيفك وياي. وحدة ترى انا بعدني كتكوت صغير وهذا كلامك يخرب براءتي. سحب نفس تعبت نفسي بالقوة من بين ايدي دخلت للحمام. اسمع يقول والله طلع عينك بس صبريلي. دخلت سبحت وبعد فترة طلعت من الحمام لقيته راجع نايم. يبو هذا شلون بيلك قاسم قعد حكى وراسه جوا المخدة. جني يعوفيني شوية انام والله تعبان. ايش فيك تعبان جيت اقوم باج في المقدس وحضرت بلاد الاندلس. ايش عنده قاسم بن زياد فز من مكانه وزمخ فيه ولك هاي على اليمن تصفنين صنفين. خزمني وقام من السرير. عزة قام علينا هرقل وانا قبل طقيتها ركضة وطلعت من الغرفة. انهزمت بروحي العزيزة. نزلت جوا لقيت خالتي قاعدة وحاطة القوي على النار. صبحت عليها هلا صباح النور هلا ها رجلش قاعد لو بعده اي خالة قاعد هسه ينزل. دخلت هديل وعاقد الوجه بيدها البردات وتنافخ وراحت غرفة اللوندري. فتحت الغسالة وتنافق الدبدب. وراها دخلت هالة والوجه يختلف تماما عن أختها. صبحت عليها ورفعت حاجة وسلمت عليها بصوت ثقيل. عقدت حواجبها. كانت حواجبنا جهاز إرسال بيني وبينها نتفاهم بينها. قعدت يمي على ميز الطعام مالت شنو شبيج ليش عابس الوجه. رفعت راسي لقيت خالة واقفة على الطباخ وتقول لي بيض
تقلي بيض وبصل. ورجعت باوعت الهالة ضربتها على كتفها، امشي ولك بوخا، انا ما احكي وياك زعلانة. هالة ليش زعلانة؟ انا شنو مسويت لك؟ ليش عوبة البارحة قدامك انقتل وانتي ابد ولا تحركتي وفزعتي لي؟ والله بالله هذيل معذورة ضوج مني، بس انتي صديقتي ما شاء الله بلي حسد. شنو عذرك؟ هالة والله يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. يابا والله اخاف من العنف. شبيج هدى نسيتي من كنا صغار تضربيني؟ امه تلعبيني اروح انا اجيب قاسم عليك يجربك من ضفايرك. ابو الخالة فتحت باب المطبخ وطلعت للجراج، وانا استغليت الفرصة ولزمت هالة من شعرها ونزلت عليها بالعض من زندها. هي كانت قاعدة على الكرسي وانا فوقها. هالة تريد تصد الهجمة المفاجئة. اخ شعري عوب، اخ ايدي يما لحقي علي. ليش صديق شلون كنتي تجيبين اخوش علي ويجرني من قصيبتي ويخليني غصب عني ألعبك من دم جاءت عارك ويا هالة. وكان يدخل قاسم من المطبخ ويفاجئنا. مجرد ما سمع أصواتها قبل بدلت الوضعية هديت شعر هالة. عدلت كوشتها بلطف وحنان، وتحولت العضات قادر إلى بوسات. سحبت الكرسي وقعد على الميز وهو مضيق عيونه يباوع علينا بشك. هالة تفك بسنتها وهمست عوبة والله عوبة. شافت قاسم وبدلت المواجهة. أنا عليك بسيطة آخ يما زندي. رفع راسه من نقاله وسأل لا تقولين انتي همين سعاد سحلتك وانا ما ادري. قمت من مكاني وحضرت السكاين حتى اصب الشاي. هالة لا مو سعاد، هاي شو اسمها وتباوع علي. كنت واقفة ورا الكرسي. قاسم اشرت لها على رقبتي بحركة الذبح كذا حكيتي لا هيك. ضربت الباب من دا انزل جوا. دخلت ام قاسم بيدها علاقة الصمون الحار. احنا متعودين كل يوم العم حسينين يشتري الصمون من الصبح وام قاسم تطلع تاخذه منه. حطيت استكانة شاي قدام قاسم ورحت اكمل احط الريوق على الميز، وخالة قعدت قدام قاسم واخذت استكانة شاي وبدت تشرب. قاسم صباح الخير يما. انتبهت الخالة جمدت ايدها وبغت رافعة استكانة شاي على النص. كانت باوع القاسم متفاجئ. رحت قعدت بينها وبين هالة ليش هالدو اليوم سمعتي اللي انا سمعته؟ شنو اللي سمعتي؟ ليش قاسم قال لأمي صباح الخير يما؟ التفتت عليها قلت لها مدنق عريق ودا ياكل وجهتها. وباوع الخالة لقيتها العيون بيها نظرة غريبة وقالت صباح النوم يما قاسم. حكيت بصوت ناصي ليش هم ايش بيهم اخوك وامك؟ ليش قاسم من يوم الصار وامي تعاكت وياه على مود الزواج هو زعل، ومن ذاك اليوم بطل كلمة يمه وصار ما يقعد وياها مثل قبل. عليك الله قولي شنو صار اخوي ايش بيه سويتي له؟ كانت تحكي وانا اتريق. باوعت عليها ورفعت راسي وجدت عيني بعينه وانا فصلت وصرت اوزع ابتسامات. وهالة مستمرة تحكي وانا بالي مو يمها. دنق راسه وقال عيونك فضحتنا. كان يحكي وحسيت على حركة جوا الميز ما احس الا رجله دخلت بين رجليه وهو يباوع عليه بنظرات وقحة. غصيت بالاكل. هالة تحكي سم حتى سم. ضربت على صدري وبايدي وهالة انطتني قلاص الماء اخذته وشربته وانا اهفي بكف ايدي على وجهي انها ما اعرف اللي صار. ما اعرف من هي اللي صابت هذا لو المصيبة اليمي سواها كلا. قام من مكانه وقال الحمد لله. وباوع لأمه اقول يمه مو تنسين قاعدين هشام الساعة 11 يجيني احتاجه ان شاء الله. اقول يمه قاسم قبل لا تروح قلت لمامتك على موضوع لو انا اقللها او هو والله البارحة نسيت اقللها. اشبيك يا حظي بمن دايخ شحال لو ما اخوك البارحة انضرب قدامك وصارت عبك الله عليك هذا كله وتقول نسيت. ابتسم والله ما صار انت قلي لها هم يحجون وانا دايخة بشنو دا يحجون وشنو يقولوا لي. طلع قاسم صاحت لي خالة وقالت هدى خالة تعاي اريد احكي وياك بموضوع. رحت قمت وراها وانا باوع الهالة قعدت بالهول. رحت قعدت يمي وقالت شوفي خالة البارحة هشام فاتحني بموضوع خطوبته وقال يما اريدك تخطبي لي اخت هدى الصغيرة. والحقيقة انا تفاجأت بطلبه. انا ما تفاجأت بطلبه لان ابني من يوم عبس اخوه هو يحوم فوق راس اخته يسأل عنها وقال لي يما قولي الهدى تسألها اذا تقبل بيه. فخالة أريد منك قاعدين ويا خواتك الكبار وتقعدين وياها وتسألينها وإذا صارت الموافقة قاسم يحشي ويا أبوكم ونتفق على الخطوبة. وأنا بعد ما يحتاج أقلك منو هو هشام وشنو أخلاقه. بعد أنت عشتي وياه وعرفتي طبعه وأخلاقه. خالة تحكي وأنا باوع عليها مصفصفة وما مصدقة. معقولة دا يحجون
على أختي مريم الصغيرة، عيوني دمعة الفرح، أقول يا رب بما كبرت وصارت يجولها خطابة. جديد صوتي بالحقيقة غير ما تقولين، هشام مثل أخوي يوم الهنا، مريم تصير من نصيبه، ما لقي أحسن من هشام. بس أسأل خواتي وأرد لكم الخبر، كنت أحكي وأنا قلبي من يمه يدق حيل. شي ما بالمركز مثل ما تعودت كل يوم أداوم. أبو المرة اليوم قعدت فريقت ويانا وانتظرتني وأخذتني وياها المركز، مو مثل كل يوم وكل وحدة تجي لوحدها. كانت تسوق بسيارتها ولابسة نظارات شمسية. قالت أنا رفعت قضية طلاق على رافد البارحة، حطيت إيدي على حلقي بقرارها. شو ما قالت مرة مش خطية ما فكرت بيها، كلش متعلقة بأبوها. أتمنى تراجعي قرارك، شي ما بعد اللي صار مستحيل أبقى على ذمته. لو كانت حياتي كلها معتمدة على هذا الزواج ما أهتم. وصلنا المركز وكل واحدة بينا استلمت شغلها، وقبل لا تروح قالت شيماء مو تنسي وتخلصين اللي بيدك تجين وياي، عندي هواي مراجعات يحتاجون شغل. أوكي بس أخلص اللي عندي أجي. راحت وأنا فتت على غرفة الاستعلامات. كانت عبارة عن غرفة زجاجية صغيرة شفافة بها مكتب وعليها لابتوب وأكو موظفة لابسة زي المركز الموحد. وبالحقيقة أنا مروة الوحيدات متغيرات بالزي، نلبس بكيفنا بس كادر العمل زي موحد. بلشت وياها نجبد القوائم ونكتب المواعيد. كان المركز عبارة عن بناية بها 3 طوابق، مرة ماخذ الطابق الأرضي كله حاطة إلها عيادة أو مختبر رسولها، أما الطابق الثاني فصديقتها الدكتور التجميل كله إلها، أما الثالث فكان مشترك بين دكتور أسنان دكتور باطنية. دكتور الأسنان موجود من قبل، أما الباطنية جديد جاي يجهز بالعيادة. كنت قاعدة أحكي ويا الموظفة من درجة وكان يلفت انتباهي أبواب البناية سلايد أوتوماتيكي فتحت تلقائية. روعت التفتح الباب، دخل حيدر ونزلوا ويا عمال. كان لازم بيده فيته قياس، بس شفته قبل قلبي لزم استعداد مثل الجندي وصار يطالبني بالحرية. ما انتبهت على نفسي من قوة مكانه، مجرد شوفته نزلتني كل شي. اقتربت من غرفة الاستعلامات تفتت حتى يحكي، بس شافني قال شي ما هلا أستاذ حيدر شخبارك. التفت يباوع على العمال قال انتو صعدوا قدامي وانطه المفتاح الواحد منهم. قال له هاك المفتاح ودخل الأجهزة للعيادة وانا بعدين جاي وراكم. حكى هو جاي يحكي وياي. قلي لي انتي شخبارك؟ انا الحمد لله بخير. سمعت من الدكتور سلاف بنت بيبيتك توفت، البقية بحياتك ان شاء الله اخر الاحسان. حياتك الباقية. طبعا صار لي 3 ايام لا اجهز عيادة الدكتورة، وكل يوم ادخل هنا اتأمل اشوفك. كنت اعرف انتي هنا تشتغلين ويا اختك، بس حسب كلام الدكتور سلاف انتي دائما متواجدة بداخل العيادة. كان يحكي رسمية بس نظرات عيونه بعيدة عن الرسمية. يعني حتى لو اريد اتغاضى واقتنع اقنع نفسي بالاوهام القى روحي قدام نظراته. لا حول ولا قوة، ما اقدر اسوي شي من غير بس استسلم. انتبهت صفتي وتلاعقت روحي. صحيح مثل ما تعرف أختي دكتور نسائي وأنا صرت مساعدة بالإضافة إلى شغل الاستعلامات. كنت أحكي وياه وجا مراجع رجال بعمر 40. هذا مراجع الدكتور الأسنان دي يزرع سن، واليوم عنده جلسة ثانية. إحنا هنا بالاستعلامات ثبت الحجر. بس عيب هذا الرجال وكح حتى بتعامله عادي. أنا شايفه هيك نماذج وعرفت شلون أتعامل. انتبهت عليه راح للموظفة حتى يحجز. رجعت أحكي ويا حيدر حتى أترخص منه، ما أريد أرجع أعشم القلب بحب ماله أساس. هو رجال من زوج تعمد أسئلة عن عائلته شلونهم الأهل. جاوبني بخير والحمد لله. يا رب يدوم. يلا أنت أخذ راحتك أنا أترخص. كنت أحكي وأنا قلبي يريد ينشلع من مكانه من الألم. أخذي راحتك. أحس بيه متردد يروح. بديت أنسحب درت وهو بقى واقف مكانه وإيده بجيوبه. قطع عليك طريق نفس المراجع الثقيل. هاي شنو ست شيماء؟ شو ما نشوفك أسأل عنك. تفضل أستاذ محتاج شي؟ إذا ممكن أريد رقم نقالي. عقدت حواجبي. شنو المناسبة تطلب مني؟ رقم نقالي. دخيل الله شقد وكح وصرف احتاجه حتى من أريد أحجز اتصل عليك تأكد ليني الموعد. كان يحكي وعيونه قصتني قص. جاوبته هم من حقك. صحتني موظفة قلت له تجيب لي كارت المركز. انطت الكارت جاوب باوعت عليه. سلمت الكارت. شوف أستاذ هذا الكارت بيه 3 أرقام بأي وقت يعجبك تريد تحجز اتصل على واحد من هاي الأرقام وإحنا راح نأكد لك الحجز. باهو علي فلت وجهه وأخذ مني الكارت وسألني ست شيماء أنتي مرتضى؟ فتحت حلقي حتى أجاوبه بس تفاجأت بعد حيدر من قال ما تشوف نفسك زودتها انت شك وتسأله هيك أسئلة. فتحت حلقي متفاجئ من وجوده. كان واقف بيني وبين الرجال وعيونه نار. العفو منو حضرتك؟ مو مهم تعرف منو حضرتي. اتدخلت وحكيت ويا المراجع. العفو استاذ تقدر تتفضل موعدك راح يفوت.
رص على أسنانه ووجه نظرة الحيدر، باوع الكارت اللي بيده وراح مشي للمصعد. رجعت أباوع الحيدر هو بعده يباوع الرجال، باوع لي وقال ما أعرف ليش وين ما ترحين، انتي بخطر، لا وجهه وراح حتى ما انطاني مجال أحكي وياه لو أفتهم شنو كان يقصد بهذا كلامه. رجعت شغلي ويوم مثل كل الأيام الطويلة، بس كان الشي الوحيد الجديد بيه شوفة حيدر ولهفة قلبي. يا رب يطلع حبه من قلبي، ما يصير أفكر بيه هو متزوج وصاحب عائلة، يعني نظرات تأكد إعجابه بيه، بس المفروض انسحب ما أحكي وياه غير بس السلام ما أنطيه مجال. عدة ساعات الدوام رجعنا للبيت، لقينا مش تبكي وضحى ومريم محتارين شلون يسكتوها. مروة غمضت عيونها وسحبت نفس عميق بصبر. ضحى يا عافية همزيني جيتو، هاي مش خبصة الدنيا بس تبشر كل شوي تسألني بابا وين، أريد بابا، اتصلي على بابا أريد أحكي وياه. بابا مروة حكت هذا كنت خايفة منه. مروة راحت لبيتها وأخذتها لحضنها. مش بابا مسافر صيبع عقله ولا تبكين. اجت مريم أخذتها من مروة وقالت تعالي مش خلينا ننسم أنا وياك. ورا ساعتين كانت ضحى تصب العشاء وتحكي لي عن يومها. ضحى اي مروة صدق تذكرت اليوم ما حد ما يستحي اجا يسأل عليك. ما افتهمت شنو ما يستحي، شنو يسأل علي. وانا كنت اغسل بالجراج من دمجي وكان يندق الباب، شمت الصندة بالحديقة، كنت لابسة ربطي بوضعية الشغل وبيدي الماسحة. رحت فتحت الباب لقيت رجال واقف بالباب بس كان يحكي بالنقال ويا واحد. شافني فتحت الباب واشو اللي بيده انتظر. اشو هذا ماخذ راحته ويحشو ويا صاحبه، ما ادري ايش يصير منه. يقول له هاي شنو مروة بدلت خدامتها. سكت بعدها ضحك وهي عيونه علي وانا واقفة منتظر وراس على اسناني وقوة لازمة نفسي. لا احط الماسحة براسه خدامة بعينك عم حتى عمه. كمل كلامه بكل صلافة وقال لك تعال شوفها شلون وحدة والله حاماتها شجمات تشتغل خدامة. خرب النوم شوف شلون شامة أبخذها غير تسطر سطر. هاي من أي مكتب جايبتها مروة. شقت له ضمت على صدري إيش قد ما يستحي. يلا مو تنسى مثل ما وصيتك تسلم كل شي وتوقعهم على الأوراق. يلا تبيع يلا تمام مع السلامة. غلقنا قال باو علي وانطاني الظرف وحكى وياي. هاي give this to مروة. هاي نطير هذا المروة. أشو هذا بطن علي بالإنجليزي عما حتى عباله أنا خدامة مروة. احتارت شنو أجاوبه تالي حتى أحفظ ماي وجهي. حجيت بين أسناني أوكي. ضحى وتحشم وابتسمت وقالت لك هذا أبو ياسر.